كيف سمع النملة؟ النملة في الأرض وسليمان فوق الفرس وسمعها، حتى وإن عملت مكبرة الصوت ما كان أحد يسمع. يعني الدكتور البرغوثي راعي الحمير يريد أن يفسر القرآن الكريم. فيعني لما جاء جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هل جاءه بكتاب وبقى كيوريه يقرأ؟ هل كان يملي عليه في أذنه؟ هل كان يجليه له في الهواء؟ هل كان يرسل له دبدبات لأذنه؟ ولا أحد ناقش المسألة، ولا أحد سأل، ولا أحد حاول أن يفهم كيف. فإنسان دارس لحياة النبي عليه الصلاة والسلام ودارس للقرآن لا يمكنه أن يقول هل جاءه جبرائيل بكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا وكان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يسبق له وأن خط مخطوطا بيده أو تلا كتابا من قبل القرآن الكريم. وهذا بشاهد القرآن حينما يقول المولى عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فمحمد الفايد يحاول أن يمرر شبهة ابن ورقة، وأن القرآن كتاب بشري، بينما القرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية في 23 سنة، وكل آية لها سبب نزول معين، مما يجعل القرآن هو كتاب الله ووحي الله المعجز للبشرية. لكن الفايد يقول بأن آيات القرآن نزلت مشتتة، أي بشكل عشوائي، وهذا في حد ذاته طعن في القرآن الكريم. الناس كيقول لك القرآن أنزل، كيف أنزل؟ هل أنزل كتاب كله؟ هل أنزل؟ كيف أنزل؟ أنزل آيات مشتتة ورتبت الأعراف، كل مرة الآيات ينزلوا في سورة، لكن الرسول كان كيرتبهم في الصور. كيف كان يرتبهم؟ كيف هكذا؟ يعني هذه عملوها في المائدة، هذه عملوها في البقرة. هل كان يرى أمامه الكتاب لكي يرتب الآيات؟ كيف؟ ومن خلال طرحه لهذه الأسئلة هو فقط يحاول أن يشكك الناس ويمرر شبه بشكل غير مباشر، وأن قضية جبرائيل ونزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد خزعبلات، لا أقل ولا أكثر من ذلك. وهذا نلاحظه في تعابير وجهه وفي حركاته وردات فعله عندما يذكر الآيات والمعجزات التي تتعلق بالرسل والأنبياء، كما سنرى في هذا المقطع. الصوتية التي تسمع أذن الإنسان محدودة، هي محدودة جدا، الإنسان لا يسمع بهذه الأصوات. كيف سمع النملة؟ النملة في الأرض وسليمان فوق الفرس وسمعها، حتى وإن عملت مكبرة الصوت ما كان أحد يسمع. يعني هل لها صوت؟ أولا النملة هل لها صوت؟ كيف سمعها؟ لا أحد يعلم، ولا أحد يقدر على تفسيرها. فهو يريد أن يقول أن خزعبلات سليمان وحديثه مع النملة والطير لا يقبلها العقل، لأن سليمان كان فوق الخيل، ودبدبات النمل لا يمكن لسليمان أن يسمعها، لأن سمع الإنسان محدود، وأن النمل يتواصل مع بعضه البعض من خلال إفراز المواد الكيميائية الفيرمونية، والتي يستقبلها كإشارات عن طريق أعضاء الحس أو قرون الاستشعار. وهذه المادة الكيميائية لا يمكن أن تصل لسليمان لأنه كان يجلس فوق الخيل. لكن الدكتور البرغوثي نسي أن الفيرمونات يمكنها أن تنتقل عبر الهواء في الجو. أضف على ذلك الصوت النملة التي سمعها سليمان، هل صوت؟ هل سيجنالز؟ إشارات؟ يعني هل رقمنا؟ كيف سمع النملة؟ أحد يسمع. يعني هل لها صوت؟ أولا النملة هل لها صوت؟ وأن النمل أيضا بإمكانه إحداث أصوات عن طريق نتوء موجودة في بطونهم يضربون بها إحدى أرجلهم الخلفية ليصدروا بذلك صوتا شبيها بسحب أسنان المشط فوق حافة الطاولة، وذلك ليستغيث بباقي النمل في حالة تعرض حياته للخطر مثل نمل الميرميغا.
وأيضا الآية تحكي عن شعور النمل بخطر دهس الجنود لمجموعتها، لذلك أطلقت صوت التحذير لباقي أفراد المجموعة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وسليمان منحه الله خاصية فهم منطق النمل والطير وكل شيء، هي معجزة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجب علينا أن نتساءل أسئلة مثل ما تساءلها الدكتور البرغوثي، والتي تشبه في حد ذاتها الطعن في الرسل والأنبياء والمعجزات التي أتوا بها. الهدهد كذلك، كيف تكلم الهدهد مع سليمان؟ وكيف تكلم سليمان مع الهدهد؟ لأنه أرسله قال يدي هذا الكتاب وديه لي. كيف تكلم الهدهد مع سليمان؟ كيف؟ غريب. مسألة نعم إلى حد الآن لم تناقش. الناس كيقول لك القرآن أنزل، كيف أنزل؟ هل أنزل الكتاب كله؟ هل أنزل؟ كيف أنزل؟ وأما بخصوص منطق الطير وتكليم الهدهد لسليمان وتكليم سليمان للهدهد، فهو أمر أصبح معروفا الآن بسبب التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي. فهناك دراسة صادرة عن جامعتي إكستر البريطانية وزيوريخ السويسرية أن الأصوات التي يصدرها طائر الكستناء الملكي الذي يعيش في أستراليا، والتي كانت تبدو وكأنها همهمات غامضة ولا معنى لها، ليست كذلك، بل هي أصوات مرتبة منسقة تتواصل بها مع بعضها البعض، وأن هذه الطيور تستطيع من خلال إعادة ترتيب الأصوات تمرير رسائل محددة إلى غيرها من الطيور من النوع نفسه. وكل ما في الأمر أن الله أعطى سليمان خاصية فهم هذه الهمهمات وهذه الأصوات والرسائل. فمثلا إذا سمعنا شخصا يتكلم الصينية وكنا لا نفهم الصينية، فسيكون الأمر شبيه بوقوفنا أمام طائر الكستناء وهو يصدر أصواتا معينة لا نفهمها. ولكن إذا كانت لدينا ترجمة أو ترجمان يترجم لنا ما يقوله ذلك الشخص فإن سنفهمه. إذن سليمان أعطاه الله خاصية الترجمة والتحدث لهذه الحيوانات. الأمواج الصوتية، هل سيدنا جبريل كان يتكلم بنفس؟ لأنها محسوبة هي في الفيزياء، كنعرفوا يعني بأن أذن الإنسان كتسمع من واحد القدر ديال 4000 هذا. هل كان يتكلم في هذه المنطقة؟ جبريل كان يتكلم في هذه المنطقة ويسمعه الرسول؟ من المستحيل، لأن سنسمعه. كيف كان يتكلم؟ لا أحد يعلم. لكن العقل المتحجر والفكر المأسور داخل سجن خرافة العلمانية والإلحاد لا يمكنه أن يصل أو يرقى لهذا المستوى من العلم ولهذا المستوى من الفهم، وسيظل جامدا ومحنطا وقابعا في مكانه من دون أي حركة. وستبقى هناك علاقة وطيدة بين العقل المتحجر وبين الحجر، وبين العقل المتحجر وبين عم بني الإنسان. محمد الفايد يعتنق الخرافة والأوهام والجهل والتخلف في سبات عميق، ويسبح في مية البطيخ كما يقول إخواننا المصريين. وهذا كل ما لدي في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أراكم في حلقة جديدة بإذن الله وبحوله.